في فيديو طلع ترند امبارح، راجل كبير بيحاول يركب الاتوبيس والكمساري بيمنعه وبيزقه. لايك وفولو وتعالوا نشوف الحقيقه كامله. الفيديو اللي قدامنا ده اتشاف كتير من الناس بطريقه غلط. في ناس اتعصبت وقالت فين الرحمه، ده راجل كبير ما ينفعش يتعامل كده حتى لو غلطان، وشافوا ان الكمساري كان ممكن يتكلم بادب ويساعد الراجل بدل ما يزقه بالشكل ده. لكن في نفس الوقت في ناس تانية شايفه ان الكمساري ما غلطش، لان الراجل الكمساري بيساعد الراجل الكبير ومش عايزه يركب لمكان غير اللي هو رايحه، لان الاتوبيس اصلا مش رايح نفس المنطقه اللي الراجل الكبير عايز يروحها، وهو حاول يوضح له بس الراجل اصر في الموقف مش زي ما احنا فاهمين خالص. الراجل الكمساري ده طالع ياكل عيش ومش طالع عشان حد يصوره ويتحبس. احنا ما نعرفش الكمساري ده ورا مين ولا وراه ايه بيصرف عليه. بس الغريب فعلا اللي بيصور واقف وماسك الموبايل وبيتفرج وبيصور، ولا فكر يساعد الراجل او حتى يهدي الموقف. في الوقت اللي احنا فيه ده بقى التصوير اسهل من المساعده، وفي الاخر المشكله مش مين صح ومين غلط، المشكله اننا نسينا الرحمه ونسينا الانسانيه. كلنا محتاجين نفكر ان الكلمه الطيبه والموقف الحنين ممكن يغير كتير. الخلاصه ان مش كل فيديو على السوشيال ميديا بيحكي لك الحقيقه كلها. الكاميرا بتوريك اللي حصل بس مش دايما بتوريك ليه بيحصل. قبل ما نحكم لازم نفكر، لان كل مشهد ليه حكايه ناقصه محدش صورها. سلام.